القاهرة تقدم وحوي رمضان اهو هل علينا والخير اهو عم علينا. الله الله يا رمضان تتالي رمضان. الحاضرين والغايبين والسامعين هنقول لكم يا صايم رمضان كريم. للحاضرين والغايبين والسامعين هنقول لكم يا صايم رمضان كريم. كل يوم هنفرجشهم كلامنا هيسل صيامكم، كل يوم هنفرجشهم كلامنا هيسل صيامكم. هنا القاهرة. فوازير رمضان. وطيور بجنيه وريال ويوماتي رز ومكرونه وكنافه باللوز وعلى بتونه غير السلطات يعني حتى في رمضان بنصيب تيدي. اعمل معروف لحسن عمو يسمعنا، لحسن عمو يسمعنا. كنبوا في المصيدة تأليف أحمد رجب، بطولة يوسف وهبي، شيكار فؤاد المهندس، وإخراج يوسف حجاز. اسم الله عليك يا شنبو، شنبو في المصيدة، شنبو في المصيدة. ولما كانت الحلقة الثانية وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية والتفت إلى شهرزاد. والآن يا شهرزاد، لقد أجلت موتك إلى الغد حتى أسمع هذه الليلة قصة الملك لقمان ووزيره حسان مع صاحب الدكان. حبا وكرامة. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك لقمان قال لوزيره حسان: أريد أن أتنكر وتتنكر معي ونخرج إلى المدينة فنقف بأنفسنا على أحوال البلاد ونسمع شكاوى العباد. وبدأ الوزير حسان يحكي للملك لقمان ما وقع لصاحب الخان مع ملك الجان وما صادف من الأهوال. قال: مولاي، وحوينا بضربك يا رمضان، وحوي وحوي طول ما نشوفك قلبنا فرحة. رمضان وحوي وحوي.
أحسن القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. صدق الله العظيم. اصحى يا نايم، اصحى يا نايم، اصحى وحد الدايم. بني هلال يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي. غناء جابر أبو حسين. إخراج أحمد علام. في سيرة عرب أقدمي في طريق النور. أيها المستمع الكريم، أهلا بك مع حلقة جديدة في طريق النور، تضللنا معا كلمات وضيئة بالإيمان. مصنوعة بذوق تروي العشاق والطب شوق. في ليلة يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. اعتراف 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 اعترافات ليلية. مع أثينة كامل. قال الفيلسوف سعد الغزاوي. سمير عبد العزيز. هنا القاهرة. فوازير رمضان. سيداتي سادتي، كل عام وأنتم بخير، ونقدم لكم اليوم الحلقة الأولى من مسابقة الفوازير التي كتبها لنا الشاعر بخيت بيومي. أما عن طريقة إرسال الحل فأرجو كتابة الحلول حسب ترتيب إذاعتها وبخط واضح، ويكتب اسم الراسل وعنوانه بوضوح أيضا، كما يكتب على الظرف مسابقة فوازير رمضان، البرنامج العام، أمال فهمي، مبنى الإذاعة والتلفزيون، شارع ماسبيرو. ولكي يسهل فتز الخطابات يوضع على الظرف دائرة حمراء كبيرة، وسوف نتلقى الإجابات في خلال شهر من الآن، وتعلن النتيجة في حلقة برنامج على الناصية في عيد الأضحى المبارك بإذن الله. ومن حق المستمع أن يرسل أكثر من خطاب. الجوائز 2000 جنيه جايزة أولى، 1500 جنيه جايزة تانية، 1000 جنيه جايزة تالتة، و10 جوائز قيمة كل منها 300 جنيه. ومن شركة مصر الطيران 4 تذاكر عمرة وتذكرة إلى مدينة روما ذهاب وعودة. نسمع المقدمة. فوازنا هذا العام من متحف الفوازير، والمتحف فيه أشياء من الخاصة بالمشاهير. هتلاقي مثلا إيه؟ هتلاقي طير مشهور في مسيرة الأنبياء، أو جايز فيه حيوان كان له برضو أهمية، أو شيء خاص بفنان، برنيطة ولا كوفية. يعني الفزورة الواحدة بتتكلم عن 2، على الشيء وعلى الشخصية. إيه رأي المستمعين؟ موضوعنا وضحناه، قلنا لكم كل ما فيه والشيء اللي هيتكلم، ونسمع
هيقول ايه؟ انا ملو كف الايد، فرحان بنفسي اكيد، اطير اروح لبعيد وبنفذ التعليم. واما الاله بينعم بالجاه والملك يكرم، وانا صاحبي كان مترجم لغات بشكل عظيم. وفي ملكه له مقدار، وانا عنده طير طيار، ابوح له بالاخبار علشان رسول وحكيم، عيشني وسط الجان وعمل لي شأن كمان، ونزلت في القرآن وده غاية التكريم. نقول كمان أنا ملو كف الإيد، فرحان بنفسي أكيد، أطير أروح لبعيد وبنفذ التعليم. واما الإله بينعم بالجاه والملك يكرم، وانا صاحبي كان مترجم لغات بشكل عظيم. وفي ملكه له مقدار، وانا عنده طير طيار، ابوح له بالاخبار علشان رسول وحكيم، عيشني وسط الجان وعمل لي شأن كمان، ونزلت في القرآن وده غاية التكريم. استمعتم إلى حلقة جديدة من مسابقة فوازير رمضان التي يكتبها بخيت بيومي وتقدمها لكم آمال فهمي.